الشيخ، عندهم إمام مسجد وخطيب يلعب بالورقة وكذلك مؤذن يشرب الدخان. هذا في الحقيقة يعني من القدوة السيئة أن يكون الإمام والمؤذن حالهما كما ذكر الأخ في سؤاله. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا للمتقين إماما. فالإمام إمام الصلاة ينبغي أن يكون قدوة للمصلين من خلفه، لكونه أفقههم وأقرأهم وتقدم عليهم في الإمامة، فينبغي أن يتقدم عليهم أيضا في التحلي بالاستقامة ويعني ما يرضي الله تعالى. فأنا أقول لأخي السائل يعني لينصح الإمام وينصح المؤذن يعني في يعني ما يقعان فيه، وإذا استمر في هذا الأمر فينبه الجهات المعنية، يعني فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة التي هم فيها. نعم. إذا كانوا هم أفضل من الموجود يا شيخ. هو طبعا إذا كانوا هم أفضل الموجود لا شك أنهم يبقون في الإمامة، لكن لا يمنع ذلك من مناصحتهم. صحيح. وتذكيرهم. بارك الله فيك يا شيخ. لديهم صندوق العائلة. وأؤكد هنا على نقطة أن صلاتهم صحيح، أن صلاة الإمام صحيحة، وأذان المؤذن أيضا صحيح، يعني وكونهم يقعون في هذا الأمر، يعني كون الإمام يلعب هذه اللعبة والمؤذن يدخل لا يعني ذلك أن أذانه غير صحيح. نعم. نعم. هل يقال بحرمة هذه الورقة شيخ بناء على قياسا على التدخين يعني في ذلك؟ لا، هي الحقيقة لعبة البالوت إذا خلت من العوض فالأصل فيها الإباحة، لكن كون الإمام مثلا وهو قدوة يعني يلعب بها مع أمام الناس ويقع فيها، فهذا في الحقيقة يخدش في يعني مروءته. أحسنت، بارك الله فيك.